في واحد بيسأل بيقول ان ازاي بنكر، هو انا مش بنكر يعني، ده العلماء هم اللي انكروها مش انا، رواية خالد ابن الوليد مع مالك ابن نويرة ان هو خلص عليه عشان يتجوز مراته وراح كل راسه او حاجة زي كده. الرواية ضعيفة يعني، مفيش المراجع اللي موجود فيها الرواية بيبقوا كاتبين تحت ضعيف، بس انتوا مش بتفهموا في مرجعية الروايات اللي قدامكم انتوا اي حاجة، في حين ان انا لو جيت سألتك الاناجيل قلت لك انجيل بطرس مش هتصدقوا. ليه؟ الكنيسة قالت كده. احنا مش كده، احنا عندنا في حاجة اسمها سند، بنرجع للسند ده ونشوف هل الروايه دي ضعيفه ولا لا. انتوا بقى ما عندكوش الكلام ده. وبعدين انا مش فاهم المسيحي جاي بيعترض على ايه، وانت عندك داوود الذي فعل كل ما هو مستقيم في عيني الرب الا في قضيه اوريا الحثي، قتل 200 طفل او 200 فلسطيني عشان يتجوز ميكال بنت شاول. انت بتتكلم في ايه يعني؟ احنا لو احنا افترضنا صحه الروايه وان خالد بن الوليد رضي الله عنه عمل كده، هفترض مع انه ده مش حقيقي، انت كمسيحي بتعترض على ايه وانت عندك الهك زكى داوود وقال ان هو عمل كل ما هو مستقيم في عيني الرب الا في قضيه اوريا الحثي؟ يعني كل الباقي مستقيم في عيني الرب تمام. كيف الاله يكون شايف انه لما يقتل 200 واحد عشان ياخد غلافهم ويتجوز ميكال بنت شاول يكون شايف ان ده مستقيم في عيني الرب؟ رد يا مسيحي، ازاي يعني؟ انتوا بتعترضوا على ايه؟ انت معترض على ايه؟